السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. النهارده نعمل مع بعض فيديو هيعجبكم. هعمل معاكم مخلل فلفل سريع. مخلل فلفل سريع، ازاي بنعمل مخلل الفلفل السريع؟ يعني ممكن تاكلي منه بعد 4 ساعات. طريقة سهلة جدا جدا ومتجربة وهتعجبكم وهتعتمديها. انا معايا نص كيلو فلفل، انا جايباه التخين مش البلدي. هبدأ اشيل العنق ده بايدك بالسكينة اهو، بشيل كده. هوريكي كمان انا بشيلها بصباعي طبعا مغسول كويس جدا اهو. كمان واحده اهو. طبعا هشيلهم كلهم واوريكي محضره ايه. 6 فصوص توم متخرطين، 3 معالق ملح، 4 ليمونات اهم برضو مغسولين هقطعهم، وميه مغليه جدا جدا غليتها 4 مرات وحطاها في الشفشق ده تبرد، بحيث ان عفوا يعني طبعا ايدي نظيفه جدا مغسوله، احط صباعي كده فيها استحملها. هبدأ أخللها بالطريقة دي. نقول كمان نص كيلو فلفل التخين النوع الغليظة شوية، 4 ليمونات، 3 معالق ملح، 6 فصوص توم، مية مغلية، والبرطمان. أنا قلت لك نشيل العنق كده. لو الفلفلاية طويلة ممكن تقطعيها 2، لو بالحجم ده تبقى يعني حلوة قوي ما تتقطعش، لكن لو طويلة شوية اقطعيها 2. نفتح البرطمان وأعين العناق كلها وارجع لكم. طبعا انا شلت الاعناق زي ما وريتكم ونضفتها. طبعا البطرمان كان ياخد اكتر من نص كيلو، لكن انا جبت نص كيلو معلش. شلت الاعناق وحطيتهم، واللي لقيتها طويله بقيت اقطعها 2، الصغيره احتفظت بيها. هقطع الليمون، بسم الله الرحمن الرحيم، عشان هعصره. هنزل هنا بالثوم 6 فصوص على الفلفل. الفلفل ده يا جماعه حلو قوي جنب الفول، جنب الطعميه، جنب الباميه. المخللات حلوه قوي كمان بالذات في سفره رمضان. طبق السلطه اوكي، لكن جنبه حاجه مخلله. الميه مغليه، هشوفها اهو بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه انا صباعي مستحمله. هنزل عليها بالملح، ده ما بياخدش يعني ساعتين 3 وبيستوي على طول. يعني ممكن تعملي الظهر تفطروا منه في رمضان، على طول تعمليه بالطريقه ديت. حلو جدا جدا، وقلت لحضرتك ده متجرب. هو بيتقال عندنا هنا الفلفل المخلل السريع، لكن في بلاد تانية بيقولوا ليه مسميات كتير. يعني في ليبيا اسمه مسير، في بلاد تانية المغرب مش عارفة بصراحة، بس هما بيعملوه بالطريقة دي. هقلب كويس الملح مع المية، واجيب العصارة واعصر ال4 ليمونات، واحتفظ بالقشريات بتاعة الليمون. ممكن انزل بواحدة كده او 2 او 3 كمان، مش كل قشر الليمون. ما بحطش خل يا جماعة، الليمون مادة حافظة. كمان واحدة، من اسهل ما يكون. وطبعا هوريهولكم استوى بعد كام ساعة ازاي، وهطلعه قدامكم واقول لكم بالظبط اخد قد ايه، يعني اخد ساعات قد ايه. اشيل العصارة والسكينة، خلاص مش عاوزاها، وانضف قدامي كده. ما بحبش حاجة واستمر في التقليب عشان الملح يدوب. وادي المخلل قدامي، بذمتكم في اسهل من كده؟ وعملنا مخلل فلفل. الميه اتغلت من بدري واتغلت كويس جدا لغايه ما بقت فتره. صباعي تحمل، يعني تحملت سخونيه الميه، مش سخنه اصلا، فتره زي دمعه العين. قلبت فيها، اخدت بسم الله الرحمن الرحيم وانزل كده اهو. خلاص واغطي. بس هقول لكم خد قد ايه واستوى، يعني الوقت قد ايه.
هو كان عاوز اكتر شويه، لكن معلش انا ما جبتش نص كيلو. هجربه معاكم، انا عاملاه قبل كده كتير، بس برضو قلت ايه اعمله معاكم عشان داخله علينا مواسم، وتعملوا الفلفل المخلل السريع اهو. ان شاء الله هشوف خد كام ساعه بالظبط، واطلعها قدامكم واقول لكم على الوقت اللي اخده بالظبط. تابعوني يا جماعه. الفلفل طلع من البطرمان اللي عملناه مع بعض في منتهى الجمال، وريحته مش قادره اقول لكم تحفه، تحفه بجد، وطعمه فظيع. فلفل الحامي من المخللات الحلوه جدا اللي بتليق جنب اي اكل، وطعمه حلو بيفتح النفس. جربوا الوصفه هتعجبكم قوي، وسهله، وبالظبط بالظبط خد 5 ساعات وطلعته بالشكل ده، ومقرمش جدا. يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. دمتم بخير.